السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة إيمان أم أميرة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وكنتمنى هذا الفيديو تشوفوه وانتم على خير وبألف خير وما ناقصكم حتى خير إن شاء الله. وصفة ديالنا المسمن، المسمن المعمر، ما نقولوش بالشحمه، هو ما درت فيه الشحمه ولكن الطريقه ديال المسمن بالشحمه اللي كيحماق عليه الصغير والكبير، وعطيتكم طريقه مختصره وزوينه وغيطلع لكم المسمن مورق وهشيش ومقرمش، يعني فيه جميع المواصفات ديال المسمن الناجح. وانا اكيد الا جربتوه غادي تعتمدوه ان شاء الله في هذا رمضان، وغتجيكم وصفه سهله 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 وغادي تحماقوا عليها نتوما ولا وليداتكم. انا اكيده. يلا نخليكم مع الوصفه، والى عجبكم الفيديو نتوما خليوا لي لايك وخليوا لي التعليق، الله يسهل عليكم. واللي داز اول مره كيشوف هذه القناه يتابونا، مرحبا والف مرحبا. الدار داركم. يلا ندوزو الوصفه ديالنا على بركه الله، كنتمنى تعجبكم. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها، درت الدقيق بالنسبه للفرص والدقيق ديال الدار ديال الزرع، نتوما كيبقى لكم يعني على حسب المتوفر اللي عندنا. درت واحد 2 معالق ديال الزيت، ودرت المليحه، شويه د الملح على حسب الذوق، شويه واحد طريقه ديال الخميره، يعني واحد راس معلقه ديال الخميره، وواحد معلقه هكا ديال السكر. انا درت واحد الشاصيه هكا اللي عندي هذا، مع معلقه صغيره يعني. هنا هذا هو الدقيق اللي وريتكم ديال الدار، وهذا الفورس دايره نص نص، وانتم يبقى لكم الاختيار على حسب اللي عندكم. يمكننا نخدموه حتى بالفورس والفينو، يمكننا بالزرع ديال الدار، باش ما كان كنخدموه. المهم غير كنديروا شويه الزيت باش العجينه كتجينا هشيشه، وكنعجنوا بالماء دافي، وكنديروا داك شويه د الخميره غير في الجو البارد. غير دابا لحقاش البرد، ولكن منين يكون عندنا الصيف ولا شي حاجه ما نديروش الخميره، كنبعدوا عليها لحقاش العجينه كترخى لينا دغيا وكتخمر بالزربه. كندلكوا العجينه ديالنا واحد الدلكه اللي خفيفه كما شفتوا، جمعتها في القصعه، من بعد ما حيدتها من القصعه يعني دلكتها على سطح العمل واحد دقيقه هكا حتى كتجانس ليا العجينه ديالي. كنلويها في السلوفان بحال هكذا ونخليها ترتاح، وندوزو نوجدوا التعميره اللي غادي نعمروا بها المسمن ديالنا. تعميره سهله واقتصاديه، وهاد الوقيته متوفره في الاسواق. يعني هاد البصيله الخضاريه كتجي لذيذه في المسمن المعمر، كتجي زوينه واخا غير بوحدها هكا مع فليفله حمراء والفلفله الخضراء، وكتجي غزاله يعني اقتصاديه كما قلت لكم. ولكن رميت فيها انا واحد شويه ديال الكفته. صافي هنايا غادي نقطعها رقيقه كما شفتوا هكا. صافي من بعد ما شلطت البصله ديالي كما شفتوا هنا، انا ما خديتش واحد الكميه كثيره د البصله، يعني خديت واحد القبطه كبيره هكا اللي فيها 4 ولا 5 ديال الرويصات هكا ديال البصله. من بعد ما رققتهم كنديرهم في المقيله، غادي نزيد عليهم شويه د المليحه وشويه ديال الزيت كما شفتوا هكا، وغادي نردهم فوق البوطه ينزلوا. نقطع شويه ديال القزبور باش منين تنزل ليا البصله نكملوا المقادير اللي غادي نضيفوا للبصله ديالنا. وبالنسبه للبصله قلت لكم على حسبكم، يعني على حسب العجينه اللي عجننا اللي غادي نعمروا بها. واخا ما كيجيش المسمن معمر يعني بزاف، ولكن كيجي لذيذ. يعني هاد البصله في هاد الوقيته هادي كتجي في المسمن لذيذه بزاف. هنا من بعد ما ساليت القزبور غادي نوجد التوابل. انا جبت هنا البصله من بعد ما نزلات كما شفتوا، غادي نضيف ليها التوابل اللي وجدتهم وداك القزبور. شويه ديال الكفته، درت واحد شويه الكفته يعني غير كانت عندي متوفره، كنت سبق لي درت بها البيتزا وبقى لي شي شويه وخدمت بها. يعني اللي بغيتو ديروا على حسب اللي عندنا، ما يمكنش نتقيدوا بها ونقولوا اودي راه ما عندناش الكفته ما نديروش، غير داك البصيله وشويه ديال الفلفله حمراء وشويه الخضره كتجي لذيذه. هنا درنا التوابل كما شفتوا، شويه التحميره، شويه الخرقوم والابزار، واحد الطريف ديال الهريسه كما شفتوا. هنايا شويه ديال القرعه، كنشط ليا من الكسكسو قرعه، واحد المرصود القرعه، واحد 2 خيزويات هكا حكيتهم. هذه الهريسه كما شفتوا، ضروري من الهريسه، الا ما درتوش فلفله كنديروا الهريسه. غادي نرجعوها هكا تشحر شي شويه غير تجانس لينا، راكم عارفين الكفته في ساعه كطيب، ونحركوها نخليوها توجد. هنايا جبت العجينه ديالي من بعد ما خليتها ارتاحت كما شفتوا، غادي نقرصها هكا، نقطعها
كويرات على حسب المسمن اللي غادي ندير. يعني بغي نتوما غتشوفوا قداش درت انا، ولكن نتوما بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا كيبقى لكم الاختيار. المهم هو الطريقه ولا باز ديال المسمن ديالنا. اما التعمر ولا تقراص هكا قداش القطع اللي كنقطعوا قداش بغيتوهم ولا المسمنه قداش خصها، كيبقى لكم الاختيار. انا نوريكم الطريقه اللي زعما ما يمكنش توريها لكم الا شي وحده اللي نتوما عزازين عليها بزاف. صافي هنا من بعد ما طابت هاد الشرموله ديالي التعمره ديالي صافي حطيتها وبديت كنخدم. هنايا ما خليتوش ارتاح بزاف، يعني نتوما خليوه يرتاح. انا كانوا الوليدات صافي نتوما غادي تشوفوا، يعني انا كنطيب هما كياكلوا، كان جاهم الجوع وصافي بديت كنخدم فيه. خليو العجينه ترتاح شي شويه مزيان باش كترقق معنا مزيان هكا على سطح العمل. كنرقوها مزيان. هانتوما شفتوا العجينه تبارك الله، واخا هي ما راه فيها الزرع وما مدلوكاش مزيان، ولكن هانتوما غادي تشوفوا النتيجه اللي غادي تجي في هذا المسمن. يعني كيجي هشيش. من بعد ما طلقتها رشيت شويه بالفينو والزيت ضروري. درنا التعميره ديالنا كنجمعوا المسمنه بالطريقه العاديه جدا. هانتوما بحال هكا، وكنرش شويه ديال السميده باش كيبقى لنا المسمن ديالنا هكا مورق، ما كيجيش لاصق ولا. صافي هانتوما شفتوا، يعني شديتها هكا كما هي، حطيتها هكا غير ميلتها من بلاصتها كما كنجمعوها باش تشوفوا الطريقه كيفاش. هنا صافي من بعد ما رققت المسمنه الثانيه غادي نرشها بالسميده، وكان ضروري من الدهن الزيت، ولكن داك الجهه اللي درنا من التحت هي اللي كنديروها الفوق. شفتوا يعني هاد الطريقه هذه ضروري هي اللي تحفظوها. يعني الجهه اللي فيها اللي درنا عليها التعميره كتكون غير ورقه واحده، ماشي الجهه اللي كنجمعوا. بحال هاد الجهه هذه اللي كنجمع فيها دابا خصها تكون هي من التحت. كنتمنى تكون وصلتكم الفكره. صافي هنا كنرشوا عاوتاني بالسميده بداك الفينو وكنجمعوا المسمنه ديالنا. المسمنه ديالنا واجده، يعني الطريقه اللي سهله ولكن كيجي المسمن هانتوما غتشوفوا واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وكيجي مورق وكيجي كيفاش داك التعميره ما كتجيش غير في بلاصه، كتجي في المسمنه كامله، وكيجي مسمن في العضه ديالو بنين كامل من الاول حتى الاخر. صافي هنا كنطلقوا المسمنه الثانيه، كنرشوا شويه بالزيت، كنرشوا بالسميده، وغادي نديروا التعميره ديالنا بحال هكا. كيبقى لكم نتوما اللي بغيتو ديروا. انا هانتوما شفتوا شحال كندير، ولكن والله العظيم البنه ما تشبعوا منه. غير هو خصو يكون حار، يعني راكم عارفين المسمن بالشحمه ولا المسمن العامر ضروري خصو يكون فيه شويه ديال الحرور باش كيجي بنين. صافي هانتوما كي كنجمعوا هاد الجهه هذه اللي كنديروا من الفوق هي اللي كنديروها في الجهه التحتانيه ديال المسمنه. منين غنطلقوا المسمنه الثانيه والاخيره كنديروا بحال دابا هذه غنديروها من التحت. المهم الفيديو راه موضح مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. انا عاودت معكم بزاف المرات باش كلشي تكونوا فهمتوها. ها نتوما شتي دابا هذه اللي خاويه هي اللي غنديرها من الفوق، اللي دايره فيها غير باش نجمعوا عليها باش كيكونوا نفس الطويات اللي في الجهه التحتانيه، نفس الطويات اللي من الجهه الفوق، باش المسمنه كيجينا داك التعميره في الوسط وكيجينا نفس هذا نفس الطريقه اللي من التحت من الفوق بحال. صافي كنرشوا بالزيت، كنرشوا شويه ديال الفينو، وكنجمعوا المسمنه ديالنا وكنساليو بنفس الطريقه وندوزو للطياب ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الطريقه. كنعمروا وكنجمعوا المسمنه ديالنا عاديه، غير هي نورقوا مزيان ونحاولوا نوصلوا داك الاطراف. كنشوف بزاف ما كيوصلوش داك الاطراف، هما اللي كيخليونا المسمن من الجوانب كنرميوه. اما هذا غادي تشوفوا ان شاء الله حتى داك الاطراف ديال المسمن واصله لهم التعميره والتقرميشه، يعني كيجيو رقاق حتى من الطرف. يعني ضروري نوصلوا بحال هكا هاد القنيتات هادو نوصلوهم ونجبدوا المسمنه ديالنا مزيان باش ما كتجيناش من الطرف معجنه. يعني بزاف اللي كنشوفوا المسمن الاطراف دائما كيترموا. صافي هنا غادا ندير المقله ديالي تسخن، نرشها شويه بالزيت، واحد الرشيشه خفيفه هكا ندهنها بالزيت، ونبقى كنرقق المسمنه ديالي بحال هكذا غير بشويه هكا ونديرها طيب. وانتم تشوفوا تبارك الله، يعني في الطياب كيبان لكم النتيجه. المسمن منين تلقاه في الطياب كيبدا كيتبوق هكا كيتعزل مع فرقه على فرقه. يعني عرفوها تبارك الله غادي يجيكم زوين ويجيكم طري، وفي الماكله غادي تحسوا به طري، ماشي بحال اللي كتاكل شي بلاستيكه. دابا المسمن معمر شي برا كنجيو ناكلو بحال اللي كتاكل شي بلاستيكه كتبقى تجبد.
هذا لا يعني كتاكلوه هشيش مورق بحال الورقه ديال البسطيله، يعني داك الورقه ديالو كتجي رقيقه وماشي معجنه ماشي ملوكه، يعني داك هذا. المهم ما عرفتش كيفاش غنوصلها لكم، كنتمنى تكون وصلتكم المعلومه. صافي هنا من بعد ما كنقلبوها كنخليوها غير كتماسك هكا القشره ديالها شويه من التحت وكنقلبوها. بعد ما كنقلبوها كنبقاو نحركوها بالطريقه اللي راكم كتشوفوا. انا ما خبيت عليكم والو، ما خزنت عليكم والو، كنبقاو نحركوا بحال هكا. كنديو داك المسمنه ونجيبوها في المقله باش كيجي الطيب ديالها مقاد وكيجي مذهب كما شفتوا، وكطيب على خاطرها. والعافيه ضروري في الاول كتكون شويه المقله سخونه، ولكن ملي نبداو نطيبوا نقصوا له باش كيطيب على خاطرو. صافي كنستمروا في الطياب بنفس الطريقه، يعني كنقرصوا كنحاولوا نقرصوا الجوانب هما اللي كنرقوا فيهم الاطراف باش ما كيجيناش كما قلت لكم الاطراف مدقسين ولا هكا معجنين. كيجي كتاكل المسمنه من الطرف من الاول حتى الاخر، يعني ما كتجي فيها حتى بلاصه معجنه حتى بلاصه ما مدقصه، يعني ما كيجيش والو، كيجي تبارك الله كيجي غزال ما كيجي فيها حتى بلاصه قبيحه. صافي هكا كيبدا كيذهب، شفتوا تبارك الله، يعني داك اللوي اللي كيجي فيه من بعد ما كنبداو نحركوه هكا في ديك المسمنه. كنستمروا في الطياب بنفس الطريقه. صافي هنا من بعد ما طيبت شويه غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. في نفس الوقت غادي نوريكم كنقطعوا ونعطي للوليدات مسمن اللي زوين بزاف، وهانتوما غادي تشوفوا بلا ما نعاود لكم. شوفوا التمر تبارك الله كيجي من الوسط حتى الاطراف، يعني كل شيء منسم ولذيذ. كيتقطع في ساعه هشيش وانتم هانتوما كتشوفوا بعينيكم، يعني التقطع ديالو غيعطي يوصل لكم الخبر. اما التقرميشه ما نعاود لكمش، كيجي بحال اللي كتاكل الورقه ديال البسطيله، يعني مقرمش بزاف. وغادي ان شاء الله غتعجبكم هذه الوصفه بزاف. شوفوا الاطراف، يعني ما فيهش، كنوريكم هنا الاطراف ما فيه لا شيها معجنه ولا مدقصه ولا والو. صافي بقوه ما بقيت كنوريكم، صافي انا شبعت، يعني تبارك الله كليت معكم. شفتوا التقرميشه، يعني صافي هنا غادي نكمل الطياب ونشوفوا الكميه اللي حط ليا داك العجينه اللي درت معكم، الكميه اللي حطات واخا هي تبارك الله كلاو الوليدات وما تبقى غانتوما غادي تشوفوه. هنايا هذه هي الكميه اللي بقات ليا من بعد ما ساليت الطياب. الكميه ديال المسمن كما كتشوفوا هي هذه. ما شاء الله حط لي واحد الكميه تبارك الله اللي لذيذه وزوينه، وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. وشكرا لكم اللي سال الفيديو معايا حتى الاخر، شكرا بزاف الله يجازيكم بخير. وكنتمنى كما قلت لكم تعجبكم الوصفه، وكنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليق واش عجبتكم، وخليوا لي لايك، وخليوا لي الابوني اللي ما مابونيش يتابونا. وشكرا لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.